بقى انا مفضي نفسي وهتفرج على الاهلي اخيرا بعد شهر ولا اتنين مفيش كوره للاهلي، وقلت الاهلي هينزل يكسب 4-5 مستريح على مودرن سبورت. اتفاجأ بان الاهلي بيجي يدخل الماتش في الدقيقه 70 ولا الدقيقه 80 في تعادل غريب وملوش اي تفسير. 2-2، وكأنك بتلاعب فريق منتصف جدول بقى، ولا فريق بينافس على المركز الثالث والرابع كل موسم. ومودرن سبورت مهما جاب صفقات هو مش هيعمل حاجه. النهارده الاهلي ضيع على نفسه اول نقطتين بسهوله، كان ممكن يكسب بسهوله من الشوط الاول. ولكن خلينا نتكلم حاجه حاجه ونمسك حاجه حاجه، ونمسك الاول في ريبيرو مدرب النادي الاهلي، اللي انا بالنسبه لي عكس ناس كتير بتقعد تهاجمه مش مستريحه له مش مطمنه له. يا جماعه المدرب الاسباني على فكره أنا مش هدافع عنه النهارده، أنا النهارده ههاجمه كتير، ولكن بس عاوز اعرف الناس حاجه، ان المدرب الاسباني عموما بيحب ياخد وقت علشان يعمل اللي هو عاوز من الفريق. هتقول لي احنا النادي الاهلي واحنا بطولات واحنا الكلام ده توجهه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هو اللي جايب المدرب وهو اللي عارف المدرب، هو اللي عارف المدرب بيحب ياخد وقت عقبال ما يعمل خطته. ولكن هل ده يشفع انك معاك كميه النجوم دي ومش عارف تكسب مودرن سبورت؟ لا لا، ما يشفعش. هل حد عنده قناعه ان ديانج يبقى احتياطي لقفشه واحمد رضا؟ لا، ما عنديش القناعه. انت يا باشا عندك لاعب احمد رضا وديانج جنب بعض، وخلي احمد رضا هو اللي يقدم وديانج هو اللي ياخر، ويلعب بين رمضان حر ورا الهجوم. ولكن تنزل لي قفشه، وبسبب نزولك قفشه تخلي بن رمضان مرمي ناحيه اليمين شويه. لا، خليت بن رمضان يعمل اللي هو عاوز يعمله، ولا ياخد راحته في الملعب، ولا قفشه ساعدك، ولا قفشه انصفك، ولا قفشه خلاك تعمل اي حاجه طول الشوط الاول. محمد مجدي قفشه مع مزيد من البساط الغلط، مع مزيد من البساط اللي بيرجعها لورا، مع مزيد ان هو فاكر نفسه رونالدينيو. انا محمد مجدي قفشه ساعات بيحسسني ان هو فعلا مصدق نفسه ان هو رونالدينيو، مفكر نفسه ميسي، مفكر نفسه دي بروين، مفكر نفسه اوزيل. هو المشكله هو مصدق نفسه، يعني هو مثلا مش عاوز يتعالى، لا هو مصدق ان هو بيعمل كل حاجه صح. انا ما بحبش امسك لاعب واقعد اقطع فيه، ولكن استفزني جدا النهارده. وانا قليل لما بتكلم وحش عن محمد مجدي قفشه عموما، حتى لو بيلعب وحش ما بحبش اتكلم معاه كتير، لان كفايه الكلام ياخده من الجماهير. ولكن ريبيرو النهارده بدا التشكيل غريب. ديانج المفروض ينزل اساسي. قفشه لو هتلعبه ما تلعبوش على حساب مركز بن رمضان وترحب برمضان، لا خلي قفشه هو يلعب يمين يلعب شمال، لكن خلي بن رمضان يلعب على الدفاع على الشمال عشان يعرف يشوط او يرفع براحته على برجليه اليمين، او خليه في نص الملعب حر بقى. لكن انت قيدت حريه بن رمضان، وقفشه اللي انت نزلته ما ساعدتوش، وديانج اللي بياخد لك الملعب رايح جاي بكل قوه، بيقطع القوه وبيعرف يعمل سبرنتات بالكوره حلو، حتى لو مش بصير حلو قوي، ولكن بيعرف ياخد الكوره من الدفاع للهجوم وياخد مع الفريق. ما عملتش ده. الحاجه الثانيه، انت مصمم في الشوط الاول تهاجم من العمق وانت مش عارف. الحاجه الثالثه، محمد هاني للموسم ال 18 19 20 على التوالي ما بيساعدش الوينج اللي معاه. زيزو كل شويه هو اللي بيحاول يروح على الطرف او يخش على العمق عشان محمد هاني مش مساعده. الناحيه الثانيه محمد شكري مفيش لينك بينه وبين تريزيجيه اللي كان سيء جدا النهارده، ما عدا الكوره اللي عملها في الشوط الاول. انت شايف انت من نفسك في اول نص ساعه خليت بن شرقي يسخن وخليت طاهر يسخن. انت مش ما كنتش محتاج كل الفرهده دي كلها. انت ما كنتش محتاج كل الفرهده دي كلها. وانت بالنسبه لك واضح انك من الماتشات الوديه انك مقتنع بكريم فؤاد. ما كنتش بدات بمحمد شكري طالما انت لسه بتجربه. لا، اول كام ماتش في الدوري ما ينفعش تجرب. اول كام ماتش في الدوري عاملين زي اخر كام ماتش في الدوري، لو انت لسه بتنافس ما ينفعش تجرب تخش بتقلك وتدي يابا. لكن هنجرب ونشوف، لا. لما تضمن نقط وتلاقي نفسك انت في المستوى وقادر انك تبدل لاعب بلاعب في اي وقت وتديله فرصه، ماشي. لكن مش من اول ماتش. الشوط الثاني احمد رضا نقصك وجاب جول في اول 5 دقائق من اسيست احمد سيد زيزو اللي هو كان نجم الاهلي النهارده بلا اي منازع، بلا اي مقارنه. احمد سيد زيزو وياسين مرعي هم احسن اتنين في النادي الاهلي. اخيرا شفنا حد بيعرف يرفع كرات عرضيه حلوه. اخيرا شفنا حد بيعرف يعمل كروس يا جدعان، من كورنر لقيت، من فاول لقيت. هو ده قيمه زيزو. مش عارف في تكتلات ومش قادر يشوط، هيعرف يديك كروسات. نادي الاهلي كان فيه عشوائيه النهارده جامده جدا. حتى التغييرات في منها الصح ومنها غلط. انت برضو اخرت بن شرقي بعد ما جابوا فينا جونين. ازاي؟
اخر حاجه هتكلم فيها طارق مجدي، كابتن طارق مجدي الحكم في شبهة ضربة جزاء لبن رمضان في الشوط الأول. أنت حتى ما رحتش الفار، وفي ضربة جزاء بقى صحيحة مليون في المية بتاعت جراتيشار في آخر دقيقة في الماتش، برضه ما راحش الفار. يا جماعة إزاي؟ إيه الهبل ده؟ إيه ده؟ إيه العبط ده؟ إيه العته ده؟ إيه القرف ده؟ لحد إمتى؟ وأنا من الناس اللي مش بمسك كورة وأقول لك لا، أقول لك الأهلي كان لازم يكسب حتى من غير ضربة جزاء، ولكن أنا ليا حق يا باشا، ليا ضربة جزاء في الماتش، ليه ضربة جزاء في آخر دقيقة لجراديشار واضحة للأعمى، واضحة للأعمى. فبديناها بدري بدري مع التحكيم، وبديناها بدري بدري مع ريبيرو، وبديناها بدري بدري مع بعض الصفقات. ديانج ازاي محترف وبيبقى بالدولار وانت حاطه رقم 3؟ يعني مرة عطية مصاب فانت بتلعب عليه قفشة واحمد رضا؟ ده ضحك. وانت بنفسك لعبته في ماتش بورتو من نص الشوط الاول اضطراري برضه بعد اصابة مروان عطية ولا حمدي فتحي، نزلته وابدع وبدع. لا يا باشا، مش هتستغله، ابيع ديانج واستغل فلوسه واجيب لاعب محلي بقى. ما تتعبوناش وما تقرفوناش، ما تقعدوش انتوا تجيبوا كام صفقه حلوه وسوبر وبن شرقي وزيزو وامام ومش عارف مين، والحمد لله ياسين مرعي طلع حلو، واروح ابوظ الخلطه الطبخه على ربع جنيه ملح. ديانج ما يقعدش احتياطي يا جدعان، ديانج ما يقعدش احتياطي يا محترمين. انا مش هغلط ومش هشتم، بس يعني في يا جماعه حاجه صعبه. المدرب الاسباني بيحتاج وقت عقبال ما يظبط فريقه ويشوف ايه ده، بس في حاجات مش محتاجه لا اسباني ولا برازيلي ولا ايطالي ولا اي زفت. ديانج يقعد لاحمد رضا وقفشه دي ازاي؟ انا معرفش. تعادل بعد تعادل بيراميدز مع وادي دجله امبارح، مع فوز الزمالك مع فوز الزمالك على سيراميكا امبارح. الحقيقه الدوري بادئ سخن، ودي حاجه حلوه عشان اللي مش عشان اللي مكسل يبدا يفوق بقى. الناس داخله جد. الزمالك امبارح عمل ماتش متوسط، ولكن عمل جيم دفاعي قوي جدا، قدر يجيب جون في اخر ربع ساعه ويحافظ عليه ويجيب التاني من هدف حلو قوي لمحمد شحاته. الاهلي تعادل النهارده، لسه بدري قوي 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 على كل، سيبك بقى من التنشانه بقى والكلام والفيس والشتايم في الفيس ومش عارف مين، سيبك من كل ده على الفيس، انت لسه اول ماتش في الدوري. طلع دقيقك وتخانق، ولكن ما تحسسنيش ان الاهلي خلاص بقى خسر الدوري. يعني في شويه مخ هنا يا جدعان، في شويه هنا مخ، اتمنى يعني. وعودة حميدة للدوري المصري، وعودة حميدة لفيديوهات مرة أخرى. سبتكم أنا شهرين كده قعدت أنزل شورتس كتير. أتمنى وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، والله وحشتني الكلمة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.